خبر ضحكني جدا جدا بجد على الجندي اللي من جيش اللي ما يتسموش، اللي كان في البرازيل. والمحكمة البرازيلية يعني هناك أصدرت أمر إن هما هيحققوا هناك معاه بتهمة ارتكاب جرائم حرب. فطبعا هو لما عرف كده معرفش بقى عرف منين جه يهرب. فطبعا دولة اللي ما يتسموش قالوا بيقولوا له تعالى يا حبيبي، تعالى الحمو يا حبيبي، تعالى الحمو. انت مكانك عندنا في وسطنا، ما تطلعش بره دول وحشين، دول بيتعاملوا بالقانون وبيحاسبوا الناس المجرمين اللي هم عملوا جرائم حرب، انما تعالى في حضن حمو تعالى. هم ماشيين بالمبدأ ده هناك، يعني هم قايلين ان بره بيتعاملوا بالقانون. هم اللي ما يسموش دول دولة بلا قانون، ما بيتعاملوش بالقانون، ما بيعترفوش بيه. فهم لا، ازاي ما تطلعوش بره يعني وسطنا، بره دولتنا. هو انا مش عايزه اقول عليهم دوله، هم مش دوله اصلا. فهم انا بقيت اضحك والله، افتكرت فعلا كده مسرحيه محمد صبحي لما يقول له تعالى الحمو حبيبي، تعالى الحمو حبيبي. هو ده، ما تطلعوش. لدرجه امهات الجنود اللي ما يتسموش بقى وجهوا دوله للمسؤولين هناك بيقولوا لهم ان انتوا مش قادرين تحموا ولادنا اللي هم الجنود، يعني اللي ما يسموش دول برضه. وهم خايفين عليهم وان بره هيبقوا مش في امان، وانهم قلبهم محروق على ولادهم. طب انتوا ربنا يحرق قلبكم على ولادكم زي ما ولادكم دول كانوا سبب في حرق قلوب امهات تانية على ولادهم. انتوا خايفين على ولادكم العايشين اللي هم اللي في الجيش اللي ما يتسماش، انما التانيين ماتوا بسببهم، فانتوا خايفين قوي عليهم وقلبكم محروق. طب ربنا يحرق قلبكم بقى عن حق ان شاء الله، يعني بحق كل واحد ضاع بسببهم. فمن صغار يعني من صغيرهم لكبرهم، حسب الله ونعم الوكيل. فانا الخبر ضحكني قوي يعني. وقال هناك يعني اول ما طلعتم بره لا ما تطلعوش، ده كده مش امان. ووجهوا امهات اللي ما يتسموش، وجهوا يعني انتقاد حاد شديد اللهجه للمسؤولين في الحكومه عندهم. انتوا ازاي بتعملوا كده في ولادنا؟ انتوا في ولادنا احنا خايفين عليهم، لو طلعوا بره مفيش امان، مش عارفه ايه. اصل بره بيتعاملوا بالقانون. بره لو اي حد من هم اللي ما يسموش دول وصل بره بيتعامل على انه مجرم حرب. طب المسؤولين الكبار بتوعهم هم مش برضو مجرمين حرب ولا ايه؟ طب دول الصغنطاطين بتوعهم عاملكم انهم مجرمين حرب، والراجل ده لما عرف هرب في حضن حمه. طيب التانيين نظامهم مش هم برضو كان بيديهم الاوامر؟ هما التانيين برضو على فكره محدش يقول مجبر، اللي هو الجندي دوت مش مجبر ولا اللي زيه مجبر، لا ده هما بيعملوه، هما طبيعتهم كده زي الناس العاديه اللي في دوله اللي ما يتسموش، اللي هم المستوطنين لما هجموا على ناس مزارعين من اخواتنا الفلسطينيين وحرقوا بيوتهم. ده لسه الخبر ده من يوم او من يومين بالكتير. حرقوا بيوتهم وضربوهم بالطوب وعوروهم وضربوهم. هو فيهم الغل والحقد ده الى ابد الابدين هيفضل جواهم، فما بالكم اللي متحصن فاظن ان هيبقى الغل والحقد ده جواه اكتر واكتر. فانا اتمنى ان كل جيش اللي ما يتسموش يطلعوا بره من صغيرهم لكبرهم ويتحاكموا كمجرمين حرب، لان هم فعلا مجرمين حرب بجد. خبر على قد ما بجد كان قوي وفاجئني في دولة البرازيل، وكنت اتمنى انه يتمسك عشان يكون عبرة لامثاله، بس هو قدر انه يهرب. وان دولة ما تسموش قالوا ان احنا في انتظاره وانه يجي رايح في حضن مين؟ ها مين هيقول؟ ايوه تعالى في حضن حمو اللي هم اللي ما يتسموش. ضحكني برضو الخبر عشان هيعيشوا طول عمرهم في خوف ورعب
ليوم القيامة، ربنا يجعلهم إن شاء الله من أسفل سافلين. قولوا آمين. اللهم آمين.